صباح الخير. النهارده هنتكلم عن انا طبعا مش بقول اعمل لايك انا بصراحه الكلام ده ما بحبش انا اجري ورا حد يعني. اللي عايز يعمل يعمل، مش عايز يعمل ما يعملش. المهم، لكن برضه انا عايز اقول برضه بصراحه الشرف ان اللي بيشوف الفيديو يعمل لايك ويعمل اشتراك ويعرف الناس، لان كل الفيديوهات بتاعت ديت فيديوهات توعويه، عشان كل شخص ياخد باله هو بيتعامل ازاي وبيعمل ايه ويتحرك ازاي ويتحرك فين. النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل الاستعداد بتاعك لو الجواب عدى سنة. ازاي تعمل الجواب بتاعك بتاع الاسترداد طالما عدت سنة. اول حاجة، الشخص لما بيطلع جواب المفروض الوضع الطبيعي ان هو بيطلع الجواب ويرخص ويعلق نمر وهو لسه جوه السنة. في اشخاص يعني مش واعيين الموضوع ده، فالجواب قبل ما تخلص السنة بيحاول يروح يرخص، فبيلاقي ان الجواب انتهى. طبعا دي مشكلة ومع بعض الناس بتعدي. انت النهارده لما تروح عشان ترخص العربية ويكون الجواب عدى سنة، إدارة المرور بتقول لك لو سمحت جدد لي الجواب. جدد لي الجواب ديت يعني فيها عرض على اللجان الطبية تاني، فيها عرض على اللجان الطبية تاني. ففي معاقين كتيرة جدا جه يجدد الجواب بتاعه، دخل اللجنة سقط، عمل تظلم سقط، عمل تظلم سقط. الحل هو أصبح حاجة واحدة، لازم أتعامل مع حد خبرة عايش المواضيع دي اليوم بيومه. فده لا مؤاخذة يعني مع أنا أنتوا هتقولوا أنا بقول عشان نفسي، بس أنتوا حرين، كل واحد حر في طريقه. تمام. أنا الشخص مثلا فضل لو عايز بيجدد جوابه، أنا ببعت الجواب يخلص، المعاقبة ما بتمرمطش كويس. بيجي الجواب بجيب الشخص عندي، بشوف حالته، بقول له تتعامل ازاي صح. بس لان الشخص ممكن يتعامل بطريقه خاطئه اصلا، يعني ممكن يبقى عندك اعاقه وانت من كسوفك مداريها، وده مش صح. ماشي. انا دول ان انا بوعيك تعمل ايه وتتعامل ازاي. الحاجه التانية، الشخص ممكن يبقى عنده عيوب هو مش عارفها، عشان تكونوا عارفين. يعني في ناس بتجيلي يقول انا عندي مثلا شلل اطفال، ابص ليه مثلا جنب شلل اطفال في حاجات تانية مثلا في الدراع في العين في مش عارف ايه. فبرضه الشخص بعرفه ازاي بيقول كل الحاجات اللي موجودة عنده، وازاي يوضح عقده قدام اللجنة. والله العظيم اقسم بالله انا فاهم بجد بمورد الله، انا بقالي في المجال ده 25 سنة، لحد النهارده ما اتعاملش مع حد اطلاقا في المكان ده جوه. واللي انا شايفه برضه بمورد الله ان فعلا اللجنة ما بتظلمش حد، ده حقيقي. الناس معتقدة ان انا مش مع ده ولا مع ده، انا مع الحق فيه بس. لكن الشخص المعاق اللي بيزك بتاعي انه كده يستحق، لا. اللجنة ليها رؤية، الشخص دوت يستحق سيارة ليه؟ لأن هو مش بيمشي بصورة شبه طبيعية حتى. ماشي. يعني مثلا اللي بيسند بإيده على رجليه زي اللي بيزك، لا، اللي بيسند بإيده على رجليه أولى، لأن دوت في عامل مساعد بيضطر يستخدمه عشان يمشي، فبيبذل مجهود، المجهود ده بيجي على ايده وعلى دراعه وعلى وسطه وعلى حاجات كتيرة قوي، غير اللي ماشي من غير ما يسند وبيزك. ماشي. اللي بيسند ده يستحق، اللي بيزك ده لا. فالمواقف فاهمين الدنيا غلط. المهم احنا كده عرفناكم الاسترداد. اوكي. اي حد جواب انتهى وعدى سنة عايز يعمل استرداد، انا معاه وتحت امره بمرض. ماشي. مش هنقول حاجة اكتر من كده. اوكي. في ليكوا اي تعليق او اي سؤال اهلا وسهلا بكم. وبرضو زي ما قلت انا بجاوب على جميع الاسئلة العامة، لكن الاسئلة الخاصة الدنيا وضعها ايه دي للعميل اللي حاجز عندي بس. وسامحوني لان انا مش بتاع عشم، ولا بحب اتعشم في حد ولا حد يتعشم فيا. انا بتاع حقي وحقك، اديني حقي تاخد حقك. الحاجة برضو الاخيرة اللي عايز اقولها لكم، اولا انا المفروض الخدمات الطبيعية اللي انا بقدمها للعميل هي حاجات تعتبر اللي هي الاجراءات بس.
لكن في الاصل انا ما انصحش حد عشان تكونوا عارفين. ماشي. فعشان كده بقول انا نصيحتي لعميل مكتبي فقط لا غير. وبعد الموضوع ده هنعمل عنه فيديو تاني، ان انت ازاي او المكتب ايه خدماته، وتوضيح خدماته ايه، وايه الخدمات اللي انا مجبر ان انا اعملها كراجل بحجز، وايه الخدمات اللي انا بعملها بمزاجي مجانا لعميل مكتبي بس. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عايز يعمل سداد اهلا وسهلا بيه في اي وقت. ورقم تليفون دلوقتي انا هقوله عشان يبقى معاكم: 011 466 853339. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.